السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صوابع الجلاش بحشوه مميزه جدا جدا. حشوه مش عاديه، هتودي طعمه في حته تانية خالص، تشرفك قدام اي حد. والنتيجه زي ما انتم شايفين كده، صوابع جلاش متماسكه، مقرمشه من بره، طريه من جوه، ما فيهاش غلطه. يلا نسمي الله ونبدا طريقتنا على طول. اول حاجه هنبدا نجهز الحشوه. هنحتاج للحشوه بتاعتنا نوع بسكوت ساده، اي نوع بسكوت شاي تحبوا طعمه. هناخد منه الكميه طبعا تناسب كميه الجلاش اللي احنا هنعملها. يعني انا عملت لفه جلاش نص كيلو، اخدت باكو الا ربع، ما كملتش الباكو من البسكوت الساده ده. هنبدا نطحنه في الكبه، مش محتاجينه مطحون قوي، يعني مش عايزينه ناعم جدا، ممكن كمان يعني ندقه في اي حاجه، نحط ما بين كيسين وندقه علشان عايزين نحس بطعمه في الحشوه. بعد كده هنفضيه في اي بوله، وهنبتدي نزود عليه شويه مكونات. ده سوداني مطحون، طحنته في مطحنة الخلاط، برضو يعني مجروش مش مطحون قوي، وعليه حوالي 4 معالق من الجوز هند. وهنبتدي نقلبهم. مش هنحط على الحشوة بتاعتنا دي سكر خالص، ممكن لو بتحبوا طعم القرفة نحط ربع معلقة صغيرة. وهنزود عليها معلقتين من شربات الكنافة الخفيف، ودي علشان هتظبط الطعم، هتحلي الحشوة في نفس الوقت، هتخليها متماسكة جوه الجلاش، ما تتفتفتش كده واي حد ماسكها بياكل. كده الحشوة بتاعتنا جاهزة. الخطوة التانية هنحضر الصينية أو الصاج اللي هنشتغل فيه. هنحتاج لكوباية من السمنة سايحة، هناخد منها كده بالفرشة، هنبتدي ندهن الصاج دهنة كويسة. وبعد كده معانا لفة جلاش نص كيلو. طبعا زي ما انتوا عارفين الجلاش بينشف، فلازم نلفه فوطة أو نحطه كده فوق بعضه، ونشتغل ورقة ورقة. أنا حطيته فوق بعضه فطبعا مش هينشف، هاخد الورقة اللي فوق ورقتين ورقتين، هدهن الأولانية بس، وهوزع عليها السمنة كويس كده، وهبتدي أتني جزء أو أول جزء كده من الورقة، وأحط عليها الحشوة علشان تتحمل الحشوة. والكمية اللي انتوا عايزينها هنسويها بالشكل ده، وهنضغط عليها ونلف، وبعد كده هنرصها في الصاج. نعمل واحدة تانية علشان الفكرة تبقى واضحة. هو سهل جدا ومش محتاج اي حاجة. باخد ورقتين، بدهن الاولانية بس بالسمنة، اوزع عليها كده بالشكل ده، وبعد كده ببتدي اتني اول جزء، واحط عليه الحشوة، واشكله رول. وانا بلف ببتدي اضغط عليه علشان تبقى متماسكة. بخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. بس انا هنا هقول لكم على حاجة، في غلطة انا غلطتها او خطوة نسيت اعملها. هو المفروض احنا بنقطع الجلاش بتاعنا ده او قبل ما بندخله الفرن، قبل التسوية. انا نسيت ودخلته الفرن على طول، بس بعد 10 دقايق كده افتكرت فطلعته وقطعته. طبعا ابتدى ينشف فتفرفت مني شوية. فانتوا خلي بالكم، خليكم حريصين على الخطوة دي، لازم الجلاش يتقطع الاصابع بالحجم اللي انتوا عايزينه قبل ما ندخله الفرن خالص. يعني بعد ما بندهنه السمنة بنبتدي كده نقطعه، ونسيبه يهدى شوية، تشرب السمنة بتاعته، وندخله على التسوية على طول. هنخلص بقى اللفة كلها بالطريقة دي، وهندخله على فرن درجة حرارة 200. الجلاش ما بيتحطش على الأرضية لأنه حساس جدا، بيتحرق بسرعة، فبنحطه على الشبكة في النص. بنوزع طبعا عليه السمنة كده بالشكل ده، ونهتم بالأطراف ونهتم بالجوانب. بيدخل الفرن بيقعد حوالي 25 دقيقة، وعلى حسب درجة حرارة الفرن عندك. بعد كده أول ما بيطلع وهو سخن بنسقيه بالشربات الوسط بسقيه كده كويس، وبسيبه شويه يتشرب الشربات بتاعه. وبعد كده بطلعه بقى، برفعه من الصينيه واحطه في طبق التقديم. ودي النتيجه، اصابع جلاش تحفه جدا جدا. بصراحه شكلها يشرف قدام اي حد، كانها جاهزه بالظبط، متماسكه مقرمشه وطريه من جوه، كمان شكلها متناسق. رغم ان انا نسيت ان انا اقطعها زي ما قلت لكم كده، وقطعتها في وسط السوا، لكن طلعت الحمد لله زي ما انتم شايفينها كده، تحفه جدا ولا غلطه. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ان عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وكل سنة وانتم طيبين، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.